يا مساء الخيرات على كل اهلاوي واهلاويه في المجره. معاكم شريف، ارجو دعمي بشير ولايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وعندك لينك الفيسبوك في اول كومنت، خش اعمل لي فولو وشير عشان الفيديو يوصل لكل الناس ونواجه اعلام الزملكاوي المنحاز. مبروك لنادي الاهلي النهارده الفوز الثاني ليه على نادي بيراميدز، والفوز ال 14 على التوالي في الدوري، نتيجه 1-0. النهارده ماتش مليء بالاحداث، مليء بالمفاجآت ومليء بالقصص والحوارات. طيب، اول حوار معانا، انا مش عايز ابدا في الحوارات، انا عايز بس ايه، اريت كده كل لعيب في الاهلي عامل ازاي. هبدا بالهجوم. وسام ابو علي النهارده هو مان اوف ذا ماتش، عمل ماتش روعه الروعه، تحركاته كانت في كل حته في الملعب، كان في الهجوم، خط الوسط والدفاع، بيقوم بمهامه كلها، بيقوم بكل المهام في الملعب، وكان ماسك كرة كويس، كان بيعرف يعني يستلم الكرة كويس، ما كانش عنده ميس باص كتير. الجون اللي جه الجون اللي جه يعني من خلال وسام ابو علي، انا مش هتكلم فيه عن وسام ابو علي بس، لا انا هتكلم فيه عن ثلاثة، بداية من رضا سليم وامام عاشور ووسام ابو علي. وبصراحة يعني انا عندي هنا حتة كده عايز اقولها للشيبي. الشيبي اتقطعت منه الكورة، او اللي قطعها يعني رضا سليم، غلطة طبعا. رضا سليم قام مديها امام قام مسلمها بصباع رجله الصغير لوسام ابو علي. وسام ابو علي يعني تحس انه كان طبيب جراح مش لعيب كوره. ادى كوره في حته بهدوء وبمعلمه ومن غير اندفاع ولا باي حاجه، جت عكس الشناوي، دخلت الجون، ريحت، قعدت من غير حتى ما تهز الشبكه. طيب انا بقول كلمه للشيبي. الشيبي النهارده حواراته كتير. الشيبي النهارده كان سبب في الجون، وعلى نواياهم يرزقون. بعد ما الكرة اتقطعت منه وراحت في رجل رضا سليم، ورضا سليم وداها لامام، وامام جري بيها واداها بوش رجله وسام ابو علي، اتفاجئنا او خدنا بالنا من ان الشيبي كان عايز يشنكل امام عاشور قبل ما يدي الكرة لوسام. وده يعني لو احنا بصينا هنلاقي ان انت نيتك سودة، يالا والله نيتك سودة، ومفيش عندك يعني نظافة ولا اي حاجة، ولا اي حاجة تخص الكورة، ولا عندك اخلاق الكورة. فيعني كان عقاب ليك بصراحه، الجون اللي جه كان عقاب ليك وعقاب لفرقتك. طيب ده بالنسبه لوسام ابو علي. لو جينا على خط الوسط، احنا شفنا النهارده يعني اتنين في وسط الملعب كانوا قايمين بكل ادوارهم، بعيدا عن امام النهارده كان هجوم وخط وسط، بس انا هتكلم عن خط الوسط اللي كانوا الاتنين عاملين زي حيطه سد قدام بيراميدز. اتنين مروان عطيه واكرم توفيق، الاثنين الكره ما كانتش بتعدي منهم يا اخوانا، خلينا نتكلم بصراحه، الكره ما كانتش بتعدي منهم. الاثنين كانوا واقفين، اللاعب اللي هيجي يا فاول يا الكره تتاخد منه، مش هيعدي عادي كده. شفنا اداء من لاعبي خط الوسط مروان عطيه واكرم توفيق، اداء رجولي 100%. يعني لعبوا ال 90 دقيقه، لا 90 دقيقه، لعبوا ال 100 دقيقه. ال 100 دقيقه كان استقتال لعيبه رجاله فعلا. امام عاشور النهارده شفنا له هو اللي عمل الاسيست، تحركاته في وسط الملعب كانت مبهره جدا، كان بيروح لقدام وكان بيزايد مع وسام ابو علي، وشفناه كان سبب في الهدف. ننزل لخط الدفاع. خط الدفاع النهارده انا عندي يعني هنا شويه كلام. انا عندي اولا خالد عبد الفتاح ورامي ربيعه وعبد المنعم وكريم فؤاد. النهارده يعني زي ما انا بقول لكم، خط الدفاع كان عليه كلام كتير. مبدئيا انا هتكلم بدايه من او من عند خالد عبد الفتاح. خالد عبد الفتاح النهارده كان اغلب الماتش معاه فخر لقاي هو لعيب سريع، بس احنا ما شفناش النهارده فخر لقاي خالص. شفنا خالد عبد الفتاح قافل جبهه فخر لقاي. بعد في الشوط الثاني شفنا زلاكا نزل، شفنا رمضان صبحي نزل، بقى في زياده او بقى في ضغط على ناحيه خالد عبد الفتاح. مدرب بتاع بيراميدز كان عنده نظره، قال خالد عبد الفتاح تعب خلاص، اللعيب تعب. واحنا فعلا شفنا خالد عبد الفتاح كان بقى بطيء، ما بقاش عارف يمسك فخر لقاي زي الاول. فخر لقاي راح على ناحيه كريم فؤاد وزلاكا ورمضان صبحي، زايدوا على خالد عبد الفتاح. طيب خالد عبد الفتاح كان عنده غلطات من وجهة نظري، عنده غلطات فادحه وسببت في طرده. اولا هو انت مش قادر تجري مع اللعيب، مش قادر تمسك اللعيب، ما تمسكوش
يعني شفنا كذا شده وكذا يعني ماسكه من خالد عبد الفتاح. ممكن حكم تاني يعديها، الحكم بتاع النهارده اختار انه يدي انذار. خالد عبد الفتاح مش يهدى ويركز ويبتدي ان هو يعني ياخد باله في التحاماته، لا قام ماسك او ابتدى يعمل غلطات تانية وتسببت في طرده بعد الدقيقه 90 او في الوقت البدل الضايع. كلفتنا لاعب مهم، هيأثر علينا في الماتشات اللي جايه. فكان غلطة خالد عبد الفتاح النهارده في تدخلاته على الكوره. لكن ككوره لا، هو قام بدوره ان هو سد خانه فخري لقاي، ما بقاش فيه عنده يعني مشكله زي الاول. وبخصوص يعني بخصوص التبديلات، لما زلاكا نزل ورمضان صبحي نزل، لقينا ان في مساعده من جانب اكرم توفيق وحسين الشحات، لان هم ابتدوا ان هم يركزوا في الجنب ده ويريحوا خالد عبد الفتاح. طيب ده بالنسبه لخالد عبد الفتاح. النهارده السرد باكين او قلب الدفاع النهارده رامي ربيعه عبد المنعم، الاثنين كانوا النهارده قايمين بدورهم بشكل فعال جدا، ما شفناش غلطات دفاعيه منهم تقريبا، فالاثنين قاموا بدورهم 10 على 10. كريم فؤاد النهارده قام بدوره كما يجب ان يكون. كان ماسك الكوره صح، كان بيزايد على الكوره، كان بيعمل اوفرات كويسه. شفنا تركيز من كريم فؤاد النهارده. طب ده بالنسبه لتقييم اللعيبه. الغلطات، شفنا انذارات كتيره قوي للاعيبه النادي الاهلي ولاعيبه نادي بيراميدز. ضربه الجزاء بتاعه او يعني في الشوط الاول كان في ضربه جزاء من كريم فؤاد او على كريم فؤاد سوري، كان فيها كلام. طيب ايه المشكله فيها؟ احنا شفنا بوضوح، كلنا شفنا ان كريم فؤاد لم رجله، ما كملش برجله على لاعب ودخل فيه، لا لم رجله لما لقاه انه مش داخل على الكوره. طيب هل دي فيها اندفاع من كريم فؤاد؟ هو فيها اندفاع، بس كريم فؤاد خد باله برضه، يعني خد باله ان الكوره بعيده عنه ومش هيعرف يوصل لها، فبدل ما يخش على رجل اللاعب لا اختار انه يلم رجله، ودي اللي خلت الحكم انه ما يحسبش ضربة الجزاء. طيب ممكن يكون فيها وجهات نظر تانية، اكيد هيكون فيها وجهات نظر تانية. في ناس هتقول في ضربة جزاء، وفي ناس هتقول لا ما فيهاش ضربة جزاء. ده بالنسبة لضربة الجزاء واللي الناس هتتكلم فيها. تعالوا نتكلم في بعض السلوكيات اللي ما عجبتنيش في لاعبي نادي بيراميدز. انا هتكلم اولا عن احمد سامي. احمد سامي لعيب تحسه ان هو طول الماتش مشدود وشادد اللي معاه، بمعنى انه اولا رياكشناته طول الماتش تحسسك انه لا انت مش بتلعب كوره، انت داخل خناقه. دي حاجه. تاني حاجه شد وسام ابو علي شده. يعني احنا شفنا في لقطه وسام ابو علي لما نزل على الارض ومسك دماغه في الاعاده، شفنا ان احمد سامي مسك وسام ابو علي ام رزعه على الارض، فلعيب اخلاقيا مش احسن حاجه. شفنا حسين الشحات لما الكوره دخلت او اتمسكت من احمد سامي، شفنا حسين الشحات وهو عاوز ياخد الكوره ما دخلش على الكوره، وقع احمد سامي. الحكم قفل الكلام وقام مدي لحسين الشحات انذار. احمد سامي مش يهدى، لا ده قعد على حسين الشحات عشان ما يقومش ويحصل حاجه. فلعيب من وجهه نظري كان يعني بالنسبه لي يعني منرفزني، انا بتكلم عن وجهه نظري. لعيب عامل يعني مش مخلينا عارفين نستمتع بالماتش. احمد سامي لعيب احنا ما شفنالوش ضغط، ما شفنالوش، هو المفروض مدافع فاحنا ما شفنالوش اي دور ايجابي. احنا شفنا ان هو شخص بس مندفع بيغلط كتير، ورياكشنه طول الماتش يحسسك انه في خناقه مش في ماتش كوره. بالنسبه للشيبي طبعا احنا كلنا شفنا الوضع وشفنا المنظر عامل ازاي. شفنا ان الشيبي ساب مكانه الاساسي ناحيه او من ناحيه الشمال على جانب النادي الاهلي، وراح ناحيه اليمين لحسين الشحات. شفنا ان وهو داخل على الكوره، خلي بالك انا بكلمكم في نقطه حسين الشحات بس، ده في غلطات تانية. يعني انا كلمتكم في موضوع الشيبي وهو داخل او كان عاوز يشنكل امام عاشور، فلعيب اخلاقيا ما عندوش علاقه بالاخلاق. فالمهم يعني دخل، وهو داخل على حسين الشحات ساب الكوره تسرح، والكوره كانت ما بين رجليه. يعني اللي هيشوف الاعاده هيشوف ان الكوره كانت ما بين رجلين مين؟ الشيبي. ومع ذلك الشيبي رافع رجله ومدخلها في ركبه حسين الشحات. شفنا قرار يعني من الحكم في تردد، اداله الاول انذار وهي كانت طرد صريحه، ولكن هفترض حسن النيه واقول ان
الحكم ما شافش ان الشيبي رافع رجله وكان قاصد رجل او قاصد ركبه حسين الشحات. راح شاف الفار وبكل ادب واحترام لغى الانذار وقام مدي كارت احمر صريح. ايه بقى المنظر اللي حصل بعد القصه دي او بعد الفاول او بعد ما الحكم ادى القرار؟ شفنا حركات يعني اقل ما يقال عنها ان هي اساءه للكره المصريه. مش هتكلم عن بيراميدز لان بيراميدز يعني اللي بيعملوه في نفسهم هم يعني هي دي الاساءه بالمعنى الواضح والصريح. ده بالنسبه لبيراميدز. لكن بالنسبه للكوره المصريه عامه مشكله ان انت تروح بعد كده. يعني انت عايز تروح لحسين الشحات بعد ما اتطرد ليه؟ يعني ايه الفكره يا راجل؟ ده انت غيرت مركزك علشان بس تروح لحسين الشحات تضربه. فايه يعني؟ ده غير ان انت كنت عايز تضرب امام عاشور قبلها بكوره. فلاعب يعني كويس انه اتطرد والله. يعني مكسب لبيراميدز يعني والله العظيم. طرد الشيبي مكسب لبيراميدز. الشيبي ده يجيب كوارث لبيراميدز. فيعني شفنا كوره او ما اعتقدش ان حد غلط حسين الشحات مهما عمل حسين الشحات. يعني لو حسين الشحات شتمه على افتراض يعني انه شتمه بينه وما بين الشيبي، محدش هيقدر يقول حسين غلطان. ليه؟ لان اللي ظهر قدامنا خطأ فادح من الشيبي وتصرف صحيح من حسين الشحات. ليه؟ حسين الشحات بمنتهى الهدوء وقف، كان عاوز يقوم وهو مندفع بس اللعيبه بتاعت الاهلي سيطرت عليه. وشفنا وسام ابو علي وهو يعني مغطيه مش عايزه يقوم. وشفنا الشيبي وهو مندفع اللعيبه بتاعته بتحجزه. لعيبه الاهلي بتحاول تبعده. وشفنا رضا سليم وهو داخل يقول له مالكش دعوه او ابعد مش عارف ايه وبتاع. فاللي يبان قدامك ان الشيبي غلطان والشيبي بلطجي من الاخر من غير كلام بقى وتزويق. الشيبي يبان قدام الناس كلها انه بلطجي. اولا انت داخل تضرب اللاعب، غيرت مركزك عشان تضربه. بعد ما اتطرد رجعت له عايز بقى ترجع له ايه مش عارف. هو كان بيقول لك انا عايز يروح يعتذر له ولا ايه. بس الواضح يعني قدامنا كلنا انه ما كانش له علاقه بالاعتذار. انت يا باشا كنت رايح تعمل حاجه. حتى اللعيبه بقت تحط ايدها على ايد او على بق الشيبي علشان ما يظهرش المفروض يظهر. فيعني ده بالنسبه للي حصل. وزي ما قلت موقف يعني ما فيهوش اي نوع من الاحترام من جانب الشيبي. تمام. وحسين الشحات تصرف بحكمه. لعيبه الاهلي اتصرفوا بعقل. شفنا خالد بيبو وهو بيهدي اللعيبه. شفنا خالد بيبو وهو بيحاول يتصرف على الدكه مش عايز اي لعيب يتجاوز، مش عايز اي لعيب يغلط علشان لو حاجه حصلت. وشفنا يعني شفنا في التحليل الماتش ما شفناش حد غلط حسين الشحات. ده بالنسبه للشيبي وخد اكتر من وقت واتكلمنا عنه. يعني بس ده يمكن اللي حصل في الماتش. يمكن ده اللي كان ابرز الحاجات اللي حصلت في الماتش. الاهلي كسب كده. اقدر اقول بنفس او بقلب ان النادي الاهلي عنده فرصه كبيره جدا تتجاوز 90% انه يكسب الدوري. فاضل له تقريبا 8 ماتشات. ال8 ماتشات دول هم يعني مش هقول هيحكموا. هو الاهلي كده وسع الفرق اللي ما بينه وما بين بيراميدز 6 نقاط كاملين. صعب على نادي بيراميدز ان هو يعوضه. فنادي بيراميدز نادي الاهلي بقى ضامن بشكل كبير الدوري. يعني على رأي النهارده الحكم النهارده على رأي المعلق بيقول ان دي مباراة نهائي الدوري. مباراة فعلا هتحدد مين اللي هيكسب الدوري. دلوقتي فارق او نادي الاهلي فارق عن بيراميدز نقطتين. يعني لو بيراميدز فضل مكمل في مكسبه، نادي الاهلي لسه فاضل له 8 ماتشات. يعني كده لو الاهلي كسب كل ماتشاته هيكسب وفرق كبير جدا. تمام. فيعني اتمنى الفوز لنادي الاهلي دائما وابدا. مبروك لكل ونسيت طبعا معلش يعني الناس دي ما ينفعش يا جماعه يعني نعديهم كده. جمهور النهارده قام بدوره كما يجب ان يكون. شفنا جماهير الاهلي مالي الجنب بتاعه تشجيع. صوت بقالنا كتير قوي بصراحه ما كناش سامعينه وحشنا. يعني اتمنى من جماهير النادي الاهلي انها تبقى دايما في ظهر فريق نادي الاهلي ونشوفهم بالمنظر ده دايما. مبروك للنادي الاهلي وجماهيره. اتمنى الفوز لنادي الاهلي في الماتشات اللي جايه. اتمنى كل رساله وصلت وشكرا.